السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية مصرية، يعني نحن نتعلم من لغة الفصحى إلى اللغة العامية مصرية. يلا نبدأ. هنا عربية، وهنا عامية مصرية، وهنا إنجليز. طيب، هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ مصريين نتكلم أنت متأكد؟ أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ وعامية أنت متأكد؟ وهنا اللغة الفصحى هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ وهنا أنت جاهز؟ أنت جاهز؟ أو مصريون برضو يتكلمون جيم يعني غين كده. أنت جاهز؟ أنت جاهز؟ أنت جاهز أو أنت جاهز. بعدين هل أنت متعب؟ بعدين هل أنت متعب؟ هل أنت متعب؟ هل أنت متعب؟ لغة عامية. أنت تعبان؟ أنت تعبان. نحن نستخدم هل أنت، يعني هل للسؤال للفصحى، لكن مصريون هم يستخدمون مش لازم هل أو هكا، لكن هم يستخدمون والله إيه آخر كلمة. مثلا أنت تعبان والله إيه، حاجات كده. أنت تعبان والله إيه. لكن برضو لو أنت تتكلم أنت تعبان، يعني تعبان آخر نون شوية، يعني كده تعبان هكذا. لو هز شوية كده تعبان تعبان هكذا كده، هم برضو يفهمون أنت تسأل. لكن لو أنت تسأل، لو أنت تريد أن تسأل يعني أي المصريين أو أي حد كده أنت تعبان والله إيه، هم مباشرة يفهم يعني أنت سألت عليه. أنت تعبان والله إيه. هل أنت متعب؟ هنا أنت تعبان ولا إيه، أو أنت تعبان بس. بعدين هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ أنت عيان، ده لغة عامية. أنت عيان؟ أنت عيان أو أنت عيان ولا إيه. أنت عيان ولا إيه. هل أنت مريض؟ يعني أنت عيان ولا إيه. بعدين هل أنت قادم؟ هل أنت قادم؟ هل أنت قادم عامية. أنت جاي؟ أنت جاي. لو نحن نستخدم جيم يعني غين نتكلم أنت جاي أو أنت جاي ولا إيه، أو أنت جاي ولا إيه. ولا إيه تكلمنا للسؤال. هل أنت قادم، يعني أنت جاي ولا إيه. لو نستخدم جيم يعني غين نتكلم أنت جاي ولا إيه، وهنا إنجليزية. بعدين هل أنت مستعد للذهاب. هل أنت مستعد للذهاب. هل أنت مستعد للذهاب. هنا عمية. أنت جاهز تمشي. أنت جاهز تمشي. لو نتكلم بالغين نتكلم أنت جاهز تمشي. أنت جاهز تمشي. أو للسؤال لو نتكلم أنت جاهز تمشي ولا إيه. يعني لو مثلا واحد رجل أو واحد شخص هو جالس قدامك، جالس يعني أمامك، لو أنت تريد أن تسأل عليه هل أنت مستعد للذهاب. لو أنت تريد أن تسأل باللغة عامية مصرية تتكلم أنت جاهز تمشي ولا إيه. يعني أنت جاهز تمشي أو أنت جاهز تمشي معي. معي يعني ليا، يعني معي يعني معي أنا. أنت جاهز، هل أنت تريد أن تمشي معي، تذهب معي إلى أي مكان هكذا. لو أنت تريد أن تتكلم لغة عامية تتكلم أنت جاهز تمشي معي. أنت جاهز تمشي معي هكذا. بعدين ماذا قلت. ماذا قلت. ماذا قلت يعني لغة عامية يتكلم قلت إيه. قلت إيه أو بتقول إيه.
بتقول ايه، يعني انا هنا كتبت بالواو لكن مفروض هنا بالقاف. يعني انا تكلمت، يعني ممكن انتم تعرفون قاف في مصر قاف يستخدمون في يعني نوعان، قاف يعني يعني همزة، او قاف يعني غين. طيب لو هنا نستخدم هنا غين نتكلم قلت ايه، قلت ايه، ده اهل الصعيد هم يتكلمون قلت ايه. وهنا نتكلم بتقول ايه، بتقول ايه، بتقول لي ايه، هكذا هم يتكلمون. بتقول لي ايه يعني ماذا قلت، يعني ما انت ماذا قلت لي، انت ماذا قلت لي انا، هكذا يعني قلت لي ايه. او بتقول لي ايه، ده لغة عامية مصرية. لكن لغة عامية مصرية يعني برضو في مصر موجود نوعان، يعني أهل الصعيد وأهل مصر. أهل القاهرة، أهل القاهرة هم يستخدمون قاف يعني همزة، قاف يعني همزة، دي أهل المصريين يعني أهل القاهرة. وهنا قاف يعني غين هم يستخدمون دي أهل الصعيد، أهل الصعيد مصر كده. طيب لو نستخدم قاف يعني همزة نتكلم قلت ايه، وهنا بتقول لي ايه. لو هنا نستخدم قاف يعني غين نتكلم قلت ايه او بتقول لي ايه. هنا قاف، قاف يعني قاف، لكن انا قلت هنا على طول كده انا كتبت دي عشان تفهم. بعدين ماذا تريد، ماذا تريد يعني عايز ايه، ماذا تريد عايز ايه، ماذا تريد عايز ايه. وهنا للبنات يعني للبنت نتكلم عايزة ايه. هنا ماذا تريدين، هنا نتكلم عايزة ايه، عايزة يعني هنا تا ها مربوطة، عايزة ايه، ده للبنات. هل تريد المال، هل تريد المال، هنا لغة عامية عايز فلوس، عايز فلوس. بعدين ينبغي أن تنام، ينبغي أن تنام، ينبغي أن تنام. وهنا لغة عامية لازم تنام، لازم تنام. ينبغي أن تنام ده لغة عامية لغة فصحى، ينبغي أن تنام. وهنا لغة عامية لازم تنام. لو أتكلم ينبغي أن تنام دلوقتي، لا، ينبغي أن تنام الآن، يعني الآن يعني ناو، ينبغي أن تنام الآن. لو نحن نستخدم الآن هنا في يعني لغة عامية نتكلم دلوقتي، دلوقتي، لكن مصريون نتكلم دلوقتي. أكتب لكم دال لام واو قاف تا إيا. هنا دلوقتي يعني مصريون يتكلم قاف يعني همزة، أهل القاهرة يقول دلوقتي، وقاف يعني غين نتكلم دلوقتي، دلوقتي هكذا. طيب هنا لو نتكلم ينبغي أن تنام الآن نتكلم لازم تنام دلوقتي، بالقاف يعني همزة، لازم تنام دلوقتي. لو نتكلم بالقاف غين نتكلم لازم تنام دلوقتي، لازم تنام دلوقتي هكذا، أو لازم تنام دلوقتي، أو لازم تنام حاليا. بعدين ينبغي أن تنام سريعا، ينبغي أن تنام سريعا، ينبغي أن تنام سريعا يعني لازم تنام بسرعة، لازم تنام بسرعة. ينبغي أن تنام سريعا لغة عامية مصرية لازم تنام بسرعة، لازم تنام بسرعة. ينبغي أن تنام سريعا عامية لازم تنام بسرعة. بعدين هل أنت انتهيت، هل أنت انتهيت، هل أنت انتهيت لغة عامية أنت خلصت، أنت خلصت، أنت خلصت. هنا في اللغة الفصحى نتكلم أنت، أنت. وهنا يعني اسمه دي اللغة العامية نستخدم أنت، أنت. هنا لغة فصحى أنت، وهنا لغة عامية أنت. هل أنت انتهيت يعني أنت خلصت. لو نحن نتكلم هنا هل أنت انتهيت من العمل، أو هل أنت انتهيت العمل. مثلا أنت تعمل في الشركة، أو تعمل في المصنع، يعني أي العمل. لو حد يعني لو أي شخص يتكلم معك هل أنت انتهيت العمل، لغة عامية أنت تسأل
انت خلصت الشغل، انت خلصت الشغل، انت خلصت الشغل. شغل شين غين لام شغل هكذا. هل انت انتهيت العمل؟ عمل عين ميم لام يعني ألف لام عين ميم لام العمل. هل أنت انتهيت العمل؟ وهنا لغة عامية. أنت خلصت الشغل، أنت خلصت الشغل شين غين لام شغل. بعدين لماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ لماذا تبكي يعني بتعيط ليه؟ لماذا تبكي؟ لماذا تبكي بتعيط ليه؟ لو نحن نتكلم يا ولد، يا ولد واو لام دال، يا ولد، يا ولد لماذا تبكي؟ نحن يعني في مصريين يستخدمون يا ويت، يا واو دال معلش يعني دا واو، يا ويت يعني دي لام، دي لام في اللغة الفصحى هم يستخدمون يا ولد، لكن اللغة العامية يتكلم يا ويت، يعني اللام دي يحذفها في اللغة العامية. يعني يا ويت بتعيط ليه؟ يا ويت بتعيط ليه؟ لكن دي لغة عامية، يعني لغة فصحى نحن نستخدمون يا ولد لماذا تبكي. وفي اللغة العامية يتكلمون يا ويت بتعيط ليه. وهنا يا بنت، يا بنت با نون تا بنت، لكن اسمه للعامية المصرية يتكلمون يا بت با تا نون يعني يحذفها يا بت. طيب لماذا تبكين؟ بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه يعني بعد الطاء هي موجود للبنات. وهنا لماذا تبكين آخر نون، لماذا تبكين هنا باللغة يعني عامية مصرية يقول بتعيطي ليه هكذا. وهنا يا بنت يا بت يعني يا ولد يا ويت، يا بنت يا بت هكذا. طيب يا إخواني نحن انتهينا الفيديو اليوم، إن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.